اهلا وسهلا يا اجدع ناس في قناه الحلواني. وصلنا للحلقه الثالثه من سلسله العقول الثلاثه، فلو اول مره تشوفني اعمل اشتراك ولايك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش حاجه من اللي جاي. الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن العقل الشهواني اللي بيحكمنا وقت الاكل، واللي قبله كان العقل العاطفي اللي بيحب يجيب لنا المشاكل. لكن النهارده بقى معانا البطل اللي بيحاول دايما يسيطر على الكل، اللي دايما عاوز ينظم كل حاجه ومش بيسكت غير لما كل حاجه تبقى تمام. معانا النهارده العقل المفكر. جاهزين؟ يلا بينا. طيب يا جماعه، العقل المفكر هو اللي بيشغلنا بالتخطيط والتحليل وازاي ناخد قرارات صح، بس في نفس الوقت بيحب يقعد يألف في الامور لحد ما نتجنن. غريب الذات. يعني دايما ليه خطه لكل حاجه، حتى للحاجات اللي مش محتاجه خطط اصلا. عايز تخرج والعقل المفكر يبدا يقول لك انت لازم تفكر في الطقس، هل هيبقى حر ولا برد؟ طيب ممكن تمطر؟ طيب ايه اللبس اللي هيناسب اليوم ده؟ فتقعد ساعه قدام الدولاب تحلل كل قطعه لبس وتشوف هتلبس ايه مع ايه، وفي الاخر تلبس اللي انت كنت مخطط تلبسه من الاول، بس بعد ما ضيعت نص اليوم. العقل المفكر ما بيحبش يسيبك في حالك قبل ما تنام. اول ما تحط راسك على المخده يبدا يسال انت قفلت النور؟ يا ترى ايه اللي ممكن يحصل بكره؟ هتعمل ايه لو المدير بتاعك كلمك عن الشغل؟ من دماغي الافكار اللي بتقعد تجيلي تقعد تجنني لغايه الصبح دي. ايوه انا متاكد. وتبدا تفكر لحد ما تلاقي نفسك صاحي في نص الليل بتدور على حلول لمشاكل لسه ما حصلتش اصلا. انت ناوي تقعد تتفرج على فيلم مع العيله او الصحاب، العقل الشهواني يقول لك يا عم اختار اي فيلم وخلاص، المهم نتفرج. بس العقل المفكر يبدا يجيب لك كل الاحتمالات. ايه الفيلم المناسب لكل الناس؟ الكوميديا ولا الاكشن؟ طب تقييمه عن MDB كام؟ هل حد شافه قبل كده ولا لا؟ وتفضل تقلب في الافلام لحد ما الوقت يخلص وتلاقي نفسك في الاخر بتتفرج على نفس الفيلم اللي بتشوفه كل مره. انت في اجتماع مع زملاء الشغل والعقل المفكر يقول لك ايه اللي هيحصل لو قلت رايك في الموضوع؟ طب لو حد اعترض هترد تقول ايه؟ طب هل ده الوقت المناسب للكلام؟ أنا عندي فكرة ممكن تخلي المبيعات تضرب في السماء. إحنا ممكن نجوز ميكي لميمي. انت بترجم بايه؟ اسكت. فتلاقي نفسك في الاخر ما قلتش حاجه، وكل اللي شاغل عقلك ازاي ترد على الناس اللي ما قالتش حاجه اصلا. انت جعان وعايز تطلب اكله بسيطه، العقل الشهواني يقول لك يا عم اي حاجه وخلاص، بيتزا كبده اي حاجه. لكن العقل المفكر يبدا يحلل، استنى شويه، لازم تشوف المطاعم المتاحه الاول وتقارن بين الاسعار وتقرا الريفيوز على الاكل، وهل ده مقاطعه؟ طب الاكل ده صحي ولا لا؟ وتلاقي نفسك قعدت ساعه تقارن وتقرا الريفيوهات وفي الاخر تطلب نفس الاكل اللي كنت هتطلبه من الاول. الفول الفول يا استاذ مجدي، فول. يا صبري يا صبري. بس بعد ما الجوع قلب بانهيار. انت قاعد فجأة كده العقل المفكر يطلع لك من العدم ويقول لك فاكر الحوار اللي حصل مع صاحبك من 3 سنين كان المفروض ترد عليه بكذا. وتفضل تفكر في الردود المثالية اللي كان المفروض تقولها، وتقول لنفسك لو الوقت رجع بيا كنت هرد وهسفلته. وطبعا الحوار انتهى من زمان، بس العقل المفكر مصر كان لازم نعمل كده. العقل المفكر هو اللي بيخليك تحلل كل موقف في الحياة، من أول طلب الأكل لحد تحليل كلام الناس بعد ما الحوار خلص. هو مفيد أوقات بس في معظم الأحيان بيزود الدنيا تعقيد. نصيحة من العقل المفكر، ما تاخدش أي قرار في حياتك غير لما تعمل له دراسة جدوى الأول، حتى لو كان بس هتاكل إيه النهاردة. العقل المفكر بيحب يحل المشاكل اللي لسه ما حصلتش عشان دايما يبقى جاهز. وده كان العقل المفكر اللي دايما بيفكر وبيخطط لكل حاجة. هو مفيد أحيانا وبيساعدنا نختار صح، بس بصراحة أوقات كتير بيعمل لنا صداع. لو عجبتك الحلقه قول لنا رايك في التعليقات، وما تنسوش تتابعوا القناه وتفعلوا الجرس عشان الحلقه الجايه هنتكلم عن ازاي العقول الثلاثه بيشتغلوا مع بعض، او بمعنى ادق ضد بعض. استنونا في الحلقه الجايه، والسلام.